كنت عايز اتكلم عن محمد صبحي حارس نادي الزمالك. كنت عايز اتكلم في نقطه تخصه. محمد صبحي يا جماعه بادئ الموسم باداء هايل 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 جوه الملعب وبره الملعب، والاهم بره الملعب، لان محمد صبحي كان عليه شكوك كتير بره الملعب وكان عليه كلام كتير بره الملعب. محمد صبحي كانش ملتزم خالص، كان على طول سهر، كان على طول خروج، كان على طول لعيب مخه مش موجود في الملعب، وده خد منه كتير وخد من مستواه كتير، سهر وجنان وبتاع. محمد صبحي ملتزم جدا. محمد صبحي شايف شغله قوي. محمد صبحي ده عاد عليه وعلى موهبته اللي هي اصلا موهبه محترمه جدا ومن المواهب النادره، عادت عليه في الملعب. محمد صبحي من افضل اللعيبه جوه نادي الزمالك من بدايه الموسم، والكلام ده احنا مش خدناش بالنا منه دلوقتي فجاه. محمد صبحي بيقدم مستوى كويس، مستوى ثابت من يوم ماتش بيراميدز كمان بتاع الكاس اللي هو كانش لسه يعتبر. كان محمد صبحي ساعتها كانت الناس متضايقه منه. محمد صبحي عامل اداء هايل. محمد صبحي يستاهل الكريدت. النهارده صفحه الزمالك رفعت له بوست ان هو لاعب الشهر. انا من كام يوم عايز والله ارفع له فيديو ان هو قوي جدا، ده في حراسه المرمى. محمد صبحي دلوقتي مع تطوره بيساعد الفرقه في الخطه، بيساعد المدرب خططيا. الراجل ممرر هايل، ممرر هايل، كور طويله وكور على الارض. كنت عايز اتكلم عليه سريعا، وان شاء الله لو عملنا فيديو تاني بعد الماتش اللي جاي هنتكلم عليه بالتفصيل. محمد صبحي مش واخد حقه خالص، مش واخد حقه خالص، محتاجين نتكلم عليه. دي نقطه. النقطه التانيه، انا مبسوط بالعزبه اللي موجوده الناحيه التانيه، بالشباب اللي عاملين فيها اصحاب الفرقه، الرجاله اللي بتتصاب وما بتقولش ان هي مصابه، الرجاله اللي بتتصاب ولما الفرقه بتعرف بيلعبوا عافيه، الباشمهندس زيزو وابوه اللي متحكمين في النادي، البي اللي اسمه امام عاشور. الشباب هناك رايقه قوي، رايقه قوي وعايشه قوي وماسكين الفرقه هم اصحابها. هنلعب حتى واحنا مش شايفين، هنلعب واحنا تعبانين، واحنا نجوم الفرقه وهناخد الارقام اللي احنا عايزينها. انا مبسوط بيكم، استمروا يا ولاد الزمالك يا ابناء النادي، استمروا على ده. الاهلي كده ماشي في منطقته الصح. سلام.